يا مساء الخير ومساء العافية، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. قبل ما نبلش الروتين والسوالف صلوا على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا صار لي فترة كلش طويلة، يعني قاعدة أقطع. تدرون هذا الشهر أنا منزلة بيه 21 يوم، ظليت نزلت روتين واحد، وهسه الروتين صار له 10 أيام، وهسه يلا راح ينزل روتين. يعني خلال هاي الشهرين يمكن منزلة روتينات مرتين وهذا الثالث. أعرف كلش مقصرة، وأنا ما قاعد يعني بس مقصرة وياكم، قاعدة أضر نفسي، تعرفون أضر القناة مالتي، لأن اليوتيوب بيفت شغلة مو حلوة. إذا تختفين فد أسبوع 10 أيام راح ينزلون قناتش نزلة مو طبيعية، يعني تقل المشاهدات بيها، المتابعين يختفون بيها. فش أريد من عندكم؟ أريد همتكم وياي بين ما نرجع بقوة إن شاء الله. أريدكم كون دائما أنتوا تتفاعلون. الروتين من تشوفونه ترسوا لي قلوب حمراء، تعليقات حلوة. من هاي تعليقاتكم الجميلة اللي مخلية قلوب أعدائي ميتين بدمهم. أروح لكم فدوة أني، والله يحفظكم من كل شر. إيش قد مشتاقة لكم، إيش قد يعني مقصرة أنا قليل بحقشن. هسه هنا أنا شنو عندي؟ صبارات. قلت قبل كل شي خل أزرع هاي الصبارات. دائما البنات يقولوا لي زينب شلون تكاثرين الصبار؟ تدرون أكثر نبتة زرع هو نبتة يعني ما تموت، تتكاثر هواية؟ الصبار. إذا أقول لكم عندي وحدة من الصبارات إيش قد صار لها تتخيلون؟ أعتقد صار لها 14 سنة، يعني كلش كنت صغيرة، كلش كلش. فإذا إن شاء الله في اليوم أصورها لكم، هي كلش كبيرة، كاثرت من عندها. هسه تقريبا أنا عندي صبار يمكن 18 سندانة 20 سندانة، وها أنا ما أكاثرهم. كل ما لو أكاثرهم كان صاروا أكثر. هاي النبتة اللي قاعدة أكاثر بيها جابت لي إياها مجود، أختي مجود، كانت عند عيالها نبتة مع الصبار، فقالت لي زينب هاي يعني تدب من عندها وتتكاثر تردين. قلت لها على هو. اجت يوم من الأيام جايبت لي بكيس يمكن هيك 5 وحدات 6، يعني كاسرتهم وجابت لي إياهم. أنا سويت زرعتهم، كبرت السندانة زرعت الثانية، كبرت زرعت الثالثة 4. فهسه صاروا عندي من هاي النوعية تقريبا 9 سندانات أو 10. فشفتوا بعينكم شلون أشلحها. ودير بالكم تتقربون بإيديكم، ترى كلش يعني يضوج وياكل الجسم أكل. هسه هنا اليوم عندنا عزيمة وعندنا هواي سوالف، كمل الروتين للنهاية. هنا بلشنا بروتيننا ونقول لكم يابا صباح الخير. وريوق زينب كالعادة، يا أما بيض سليق يا أما خبز الشوفان وبيض. أريد أروح أسوي جلسة ليزر، أكو مكان كلش مضبوط أريد أوصف لكم إياه، بس انتظروني أنا حاليا مسوية 2 الثالثة على الطريق. هسه نسولف بالليزر لا نستعجل. هسه هنا بلشنا تريقنا وكملنا. هنا مسوين الخضرة، محضرين الليمون وهاي السوالف، تم برياني ودجاج. قايلت لكم احنا عوزنا بس بعد ما يطلع لنا ريش من بسبب الدجاج. يعني أكثر عائلة يجوز تاكل البرياني والدجاج هي عائلة زينب، بصورة مو طبيعية. ها عيني. بالنسبة اللي يسألون على زنوبة الصغيرة، طبعا كل الزينة والحمد لله صحتها تمام، وتخبل تجنن 24 ساعة حاطتها بحضني وهوس بيها. هسه هم أشوف لكم إياها. بدت شوية تكبر وتنشنش. صارت عندنا زينب 2، زينب الكبيرة وزنوبة الصغيرة. فبعد ما تسألون عليها كتبولي زنوبة الصغيرة حتى أعرف على منو تسألون. وهنا أنا زنوبة الصغيرة، طبعا أنا مقربة الكاميرا تبين هيجي كبرانة، هي بالحقيقة لا هي صغيرة بعد هي، بس الكاميرا هنا مبينتها. فاكتبوا لنا بالتعليقات الله يحفظها بنات، كلش محتاجين هاي الدعوة. ما تعرفون أبوها ايش قد فرحان بيها وايش قد احنا طايرين بيها، بحيث الله يحفظها النهار كله مقابليها وقاعدين. فحبيت أراويكم زنوبة الصغيرونة. وهنا اجا وقت أبرة الدي 3 مالتي. فالبنات يقولوا لي زينب الدي 3 شنو الأبرة اللي تشربيها؟ خلينا نجيب عليه حبايبي. ما يصير، كل وحدة وإلها نسبة نقص بجسمها، ولازم الدكتور ينطيك. اكو ناس ينطوها أبر، اكو ناس حبوب. أنا بالنسبة لي أبر وحبوب وأكل يعني على الدي 3 وعندي ناقص. فكل واحد عنده النسبة اللي بجسمه. فما عليكم بيا وبغيري يشرب، انتوا اتبعوا كلام الدكتور. هنا أنا حتقولوا لي هذا الحليب حار، بعدين خليته يدفى شوية. يلا كسرت الإبرة فتحتها. أكثر شيء أكرهه إنه هو الحليب والإبرة ما دي 3 بنات. هي دهن، هي شوفوها زيت دهنية وتحطيها بحليب، وأنا أصلا ما أحب الحليب الأبيض.
فهنا أنا ما أسولف لكم يعني أسد خشمي هيك باثنين ايديا، شايفين تسدون خشمكم، يلا أشربها. الحمد لله والشكر على كل حال. هنا أنا شربناها وكملنا. ثاني يوم احنا عندنا عزيمة. عزيمة منو؟ العزيمة مال أخويا اللي ناظرها البتة. كان نادر إذا اجت الطفلة بخير وسلامة راح يسوي غدا لوجه الله تعالى، والإمام أبو فضل العباس سلام الله عليه وأبو فاضل حبايبي أبد أبد ما يقصر الله، وأهل البيت مستحيل يقصرون. فهنا أنا فرشنا الاستقبال وحضرنا وجهزنا الأمور. قال عدلولي ورتبولي لأن أني ما راح أتعبكم. يابا شلون؟ قال أنا حجيب الطباخ وأنا أسوق المواد، إنتن عليكن بس الشاي وتغسلن المواعين وتحضرن الفواكه. يابا نعم الله، وهاي أحلى عزيمة أحبها يعني بهذا الجو بهذا الجو البارد وما تطبخين وما تتعبين. قلت له خلف الله عليك ورحم الله والديك. نظفنا البيت ورتبنا. حضرنا له بس سوالف البصل الخضرة، هاي السوالف. حطينا الفواكه بالصينية، هو كمل الباقي. وهسه راح أراويكم خطوة خطوة مالت العزيمة. طبعا هنا أنا اختصرت الفيديو، استحيت من عنده ما صورت هواية. هنا أنا ثاني يوم الصبح اجا الطباخ للبيت وبلشوا بالطبخ، وإن شاء الله يا رب يرزق كل محروم من الذرية الصالحة يا رب يا رب، وتسوون نفس هاي العزيمة وأكبر إن شاء الله. فهنا أنا بلشنا ثرمنا البصل الفلفل الطماطة، يعني هنا كانوا يسوون تمن وصلصة وتشريب لحم ودجاج على صفحة، فكان الطبخ كلش كلش طيب. هنا أنا طبعا الفيديوهات السابقة هو هذا لازم قبله. هنا أنا نظفنا الخضرة، قلت لكم يعني احنا صارت علينا الحبشكلات الخفيفة اللي ما تعب أبد، يعني كل ما أسوي شغلة ويطب ويطلع قلت له رحم الله والديك، خلصتنا من الهمة كبيرة. هنا أنا بلشوا يكملون والعشاء بدأ يجهز. احنا حضرنا قلاصات الشاي، حضرنا لهم كراتين المي، يعني قلت لكم هاي الأمور اللي لازم بكل عزيمة تتحضر. فهنا أنا بلشنا احنا كل شي ما عندنا حضرناهن 5 دقايق ورحنا قعدنا على الصوبة. قلنا لهم لحد ما تكملون وتصبون صيحة علينا. والله هم دائما الزلم طبخهم طيب وشغلاتهم أسرع من عندنا، ما أعرف ليش. يعني احنا النسوان لو مسوين عزيمة نخبص خبيصة. والله بنات هم كملوا كل شي بسكتة، وماكو ورا ساعة قالوا الطبخ جهز وكمل، يلا حضرونا الفواكه واللبن وهاي الأمور. قلت له لأخويا صدق؟ قال والله العش عبال كان مثل كان أظل أنا جرجرا بالسالفة هنا أنا حطينا الفواكه بصواني كبار، وأخذوا هيك البرتقال واللالنجي والموز. فقلت له بخل نسوي أكثر من صينية؟ قال لا، هي صينية كبيرة وخليها بنص السفرة. قلت له أوكي. هنا أنا جماعته كلهم بلشوا يوصلون، وهنا أنا سووا صواني هاي أم العراوي كانت إلهم أسهل يعني. أنا قلت له ليش ما تجيبون ماعين هاي مال الأعراس اللي كل واحد نفر قدامه ماعون أحسن؟ قال لا أنا ناظر هيجي. قلت له هيجي الأكل راح يظل حرامات؟ قال لا ما يخالف. وصدق والله بالنهاية هاي الصواني كلها ظلت، يعني إذا تشوفون يعني ترى هي متروسة لحم، وقطع الدجاج صايرة جو التبسي المرقة. شوفوا رجعت اشتهيت هذا الطبخ بنات فكلها بيها هواية. هنا أنا سوينا الجدر برا متروس، يعني جدوره مترسة ظلت. فقلت له لأخويا انتو بس كملوا. طلعوا صبينا لهم شاي، جهزنا أمورهم. قلت له حتى الباقي نوزعه. والله ما أسولف لكم، صحنا الجهال بالشارع وقام واحد يقول للثاني الجدورة البرة كلها صبيناها ووزعناها. وهاي هنا أنا الصواني همينة كل صينية رتبناها، حطينا فوقها لحم، حطينا دجاج، عطيناها للجيران، يعني وزعناه كله لين قلنا هاي كمية كبيرة فحرامات إذا يظل ليش يعني يظل، خلنا نوزع للناس وهو هم ثواب بالنهاية. أنا أخذت لي وصلة مال اللحم وقعدت أكلت لها خبزة. وهنا أنا زنوبة في دول قلبها. هنا أنا جماعة أبوها كلهم اطوها شي يسموها هربة واجب، فأبوها أخذها جماعته صحوا عليها فروها على واحد واحد. كنت أتمنى أصور هذا الروتين الفيديو بالتيك توك إنه شلون يصورون الطفلة من يفروها، بس ما حد رضى يصور لي، كانوا كلهم ملتهين. وهنا أنا بالنهاية طلعت غسلت الجدورة ونقول له لأبو زينب والله أنت تستاهل يا أخوي. وهنا بعز البرد غسلتهن وأنا الممنونة. غسلنا الطرمة كملناها بسرعة لين كانت احنا ما عندنا شي، هم كله خطية سووا، بقت علينا بس الجدورة وسوالف الطرمة. ويا ربي ثوابه واصل، والله يحفظ له زنوبه ويحفظه من كل شر ويوفقه بحياته اللين خطية
كلش تعب بهاي الطفلة يلا جت بخير وسلامة. فهنا أنا عود أنا جاية أأشر لكم إنه باردة وتعب وسخان، بس الحمد لله كملنا بسرعة. وهاي ثاني يوم الصبح كان عندي موعد جلسة الليزر. شوفوا هنا أنا حتى ما مرت بغرفتي، غرفتي هوسة وممعزلتها صراحة، ما سويت لكم روتين الشتاء تعديلات وهاي، بس يلا تحملوني لين صراحة النفسية كلش تعبانة. والحكي بيناتنا احنا النسوان إذا الوضع تخربط عندنا وعقلنا مو تمام، مو مزاج، مو مزاج شنو، مزاجنا مو يعني تمام، مستحيل إن نواهس بشي. فهنا أنا وديت الكوت مالتي، وديت لي يا أمي للكوي كوت لي إياه. حضرت هنا أنا بلوزة بالرقبة، هذا بنطروني أبو الجعب، كلش أحب أبو الجعب باللبس. يعني هسه جبت لي أكثر من لون أبو الجعب، جبت كابوي، جبت بيجي. المهم بدلت وكملت وانطلقنا. وين رح نسوي جلسة الليزر؟ وين سويتها بنات؟ بالمنصور. زين هنا أنا ليش ما حقول لكم المكان بالضبط؟ أنا سويت جلستين، فبعد تقريبا 15 يوم الجلسة الثالثة مالتي. حبايبي من أكمل الجلسة الثالثة راح أقول لكم المكان وين. اللي صراحة أنا العام هم سويت ليزر، بس بحياتي ما مسوية هيجي جلسات ليزر تجنن مثل هالمرة، صدق شغلهم خرافي. وهنا أنا عود شوية جيت أصور لكم هاي التصويرات اللي نشروها على انستغرام وكذا. بس تدرون ايش قد صار لي باليوتيوب؟ بس أنا مو خبرة بالتصوير، ما عندي يعني هاي الانحراف بالتصوير، شلون يصورون لقطات حلوة، شلون يصورون هيجي فد. أبد أبد ما عندي هذا الشي، ما أعرف ليش يعني. ايش قد أحاول ما قاعدة أتعلم. أصور عليك يا الله اللي يجي قبالي أصوره وأنشره. وهنا كان هذا الستايل مالتي. الكوت هذا كلش أحبه بالشتاء، يكون طويل يعني شي تلبسين جواه، هو مريح ومستور ودافي بنفس الوقت. فهنا أنا انتظرت الوقت مالتي حتى يجي الموعد، وبعدين صحوني قالوا لي يلا زينب اجي هنا سراج. فكانت هنا قلت لكم هاي بيومها الجلسة الثانية. أنا الجلسة الأولى هم صورتها لكم صراحة، بس ما قاعدة ألحق أنزل الروتينات. كتبوا لي بالتعليقات شجعوني إذا حابين ننزل هالأيام بكثرة، قولوا لي حتى شنو أتحمس وأمنتج لكم الروتينات وأنزلها. وهنا رحبوا بي رحبوا بي رحبوا بي هنا. شوفوا هنا شلون ضعفانة بنات، ضعفانة ضعف مو طبيعي. وهنا كانت نهاية روتيننا، أحبكم، انتظروني على روتين جديد، باي باي.